السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم ابتسام. وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. احنا معانا سمك. السمك ده انا اول مرة اجيبه. انا بسأل الراجل على اسمه قال لي دارك. يا ريت اللي يعرفه يكتب لي في الكومنتات او جابه قبل كده يعني وعمله. احنا دلوقتي نضفناه، قطعته كويس كده جزل زي ما انتوا شايفين، ونضفته وشلت الخياشيم منه و... ونضفته كويس جدا. وهنبدأ نعمله صينية، بس للأمانة هو ما كانش عايز يتعمل صينية، هو كان عايز يتشوى بالزيت والليمون وكده. كان هيبقى طعمه أحلى، ولكن هو كان جميل، بس أنا كان نفسي في الصينية دي، فعشان كده جبته. أنا كنت بدور على شخورة او اللي هو المكاريلي يعني، وكنت بدور على بلاميطه بس ما لقيتش، فلقيت دوت فجبته. فبس انا كان نفسي في الصينيه قوي بصراحه، لاني بحبها قوي. فجبتها، جبت السمك وعملته و... وان شاء الله يعني يعجبكم برضو. مبدئيا كده احنا دلوقتي عاملين الخلطه دي، عباره عن توم وفلفل مفروم وخل وليمون وملح وكمون وكزبره. ودلوقتي في الصينيه احنا نزلنا بثلاث طماطمات متقطعين، انتي بقى قطعيهم اي حاجه، انا مقطعهم كده شرايح وبصلتين وفلفل. وهنا حطيت من الخلطه دي معلقه كده او معلقتين كبار، وحطيت ملح وكمون تاني، وقلبتهم كلهم في بعض. وهنزل دلوقتي ببطاطس متقطعه شرايح، بس يعني ولا هي خفيفه قوي ولا هي تخينه قوي، بحيث ان هي تستوي معاكي حلو وتعرفي تاكليها. وهنزل كمان بالخضره اللي هي عباره عن بقدونس، ومفروض ان انا احط شبت، بس انا ما جبتش الشبت. ابص البطاطس يعني خفيفه، تقطعي كده خفيفه، ولو تطولي كمان تقطعيها اخف من كده يبقى افضل كمان، لان السمك الصينيه ما بياخدش حاجه في الفرن، والبطاطس لا، عشان ما تاخدش معاكي في السوا حاجه. لا، فعشان يستووا هما الاتنين مع بعض فلازم البطاطس تبقى متخرطه كده، رفيعه، تشبه الشيبسي كده شويه. تمام. ودلوقتي هنجيب السمك وهننزل بيه بقى، هنحشي كده من جوه اللي هو احنا فاتحينه، وهنحط كده، هنخلي طبقه من تحت السمك عليها، وهنحط بقيه الخلطه من فوق. بس والله كان طعمه جميل. بس انا اكتشفت ان هو لحمه عامل زي لحم التونة، مدي كده اللحم بتاعه كده غامق شوية، ومدي على طعم التونة كده. فهو للأمانة يعني ما كانش عايز الصينية دي، هو كان عايز يتشوي بالزيت بالزيت والليمون. بس والله كان طعمه جميل قوي، والله كان طعمه تحفة بصراحة. بس واحنا حطينا كده طبقة من تحت من الخلطة دي، وحطينا الباقي كده من فوق. وهنعصر دلوقتي ليمون على الوش برضو كده، هنعصر ليمونية وهنقطع ليمونة طرنشات وهنحطها كده عليه. وانا هنا مولعة الفرن بحيث ان الفرن يبقى سخن وينجز معايا. وان شاء الله لما تجربيها هتشوفي، ويا ريت تقولي لي، يعني يا ريت اللي يجربها يقول لي، واللي جاب السمك ده قبل كده برضو واستخدمه يقول لي برضو. هو فعلا يعني هو الراجل قال لي اسمه دارك، ده اللي انا اعرفه. وما تنسيش اللايك والاشتراك وتدوسي على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تكتبي لي كومنت حلو زي كده في التعليقات. انا هنا كده دلوقتي حطيتها خلاص في الفرن. تعالوا بقى، معانا كيلو الا ربع سمك بولتي كده هنشويه. انا بحب اشوي السمك في البيت قوي بصراحه، بيبقى اطعم واحلى وانضف من بره. يعني انا لما كنت بشويه بره كنت بجيبه كان بيبقى كده رزق في بعضه، ما كنتش بستطعم بيه. بعد كده ربنا يخليها لي امي، يا رب يوديها الصحه والعافيه، كانت هي بتشوهولي. حسيت بقى ان انا بستتقل بقى، بتقل عليها يعني، فقلت لا، كفايه انا رزاله يعني. فانا بقيت انا بقى اشوي في البيت. وهناك في بتنجان زي ما انتم شايفين كده، بتنجان كوبي هنشويه
عشان هنعمل بابا غنوج مع بعض. وهنا في الخلطة بقى اللي هي بتاعة السمك اللي احنا هنملح فيها السمك. دي عبارة عن طماطمايه وقرنين فلفل وبصلايه مخرطاهم كده صغير عادي، وهننزل بالميه عليهم، ميه ساقعه عادي مفيهاش مشكله عشان السمك سخن. وهنحط بقى تحدي بقى الميه براحتك انت بقى الحدقيه الحلوه بتاعتك دي. وهتنزلي بالكمون والكزبره وتقلبيهم بقى حلوة قوي، او كزبره ناشفه، تقلبيهم حلو قوي. وهحط ليمون كمان دلوقتي عليهم، الاكل بتاعنا النهارده محتاج ليمون يعني. اه عصرت ليمونه وهنزل بشويه خل. انا عايزه اقول لك انا باكل التحابيش دي لما بحطها فوق على السمك الشوي كده في الاخر، باكل التحابيش دي مع السمك كده بتبقى مديه زي السلطه، بتبقى تحفه. حطيت الخل والثوم، معلقه توم كده محترمه كبيره، وتقلبي بقى كويس عشان كل ده يدوب مع بعضه. خلاص. هنا بقى السمك بتاعنا كل ما بصي تفضلي تقلبي فيه كده كل ما هياخد معاكي وش كده اللي هو بقى خلاص يعني، ما تخلوش ينشف على النار معاكي، تلاقيه كده خلاص استوى معاكي، ما تخليهوش ينشف، ما يقعدش كتير، يا دوبك كده يدي لون ان هو شوفي كده اسود مثلا، هيديكي لون. طب الجنب بقى اللي هو بتاع البطن ده لازم تحطيه شويه على النار، بس ما تغيبهوش برضه عشان ما ينشفش عليكي، زي ما انا عامله كده، توقفيه كده على البطن بتاعته عشان برضه البطن تستوي، ما تبقاش نيه ولا حاجه، وحد يعرف بقى وهو بياكل السمك ولا حاجه. خلاص شويه وهنطلع بقى السمك وهنحطه في الميه. انا هنا بقى اودي البتنجان هناك عشان كان محتاج نار اعلى من دي. السمك من احلى الاكلات، بعشقه، بعشق السمك وبجميع انواعه، بس انا عندي مشكله في البيت ان مش كل عيالي بيجتمعوا عليه بصراحه. يعني انا واحد بيحب السمك الشوي بس وعندي ابني التاني بيحب السمك بجميع اشكاله وجميع انواعه بالوان، اي حاجه بياكلها في السمك. و... وبنتي التانية والصغير لا، ممكن ياكلوا اي حتة صغننة كده من السمك الشوي بس وخلاص على كده. هنا بقى هنعمل الرز الابيض العادي بقى خالص بتاعنا، لان ده سمك شوي وسمك صينية، فمش هينفع اي حاجة في الرز الا غير الرز الابيض. والرز الابيض مع السمك انا بحب اعمله بالزيت، ما بعملوش بسمنة عشان يبقى خفيف. بس بحب بقى اخد الرز في الزيت كده، افضل اقلب فيه شويه بحيث ان اغسليه عشان خاطر الميه تبقى ناشفه منه، وتيجي بقى تسقطي كوبايه الميه كده او تحطي عليه الميه يعمل التش دي. بحب اسمعها بصراحه في جميع الاكلات الصراحه التش دي. بفضل اقلب فيه كده شويه حتى عشان لما تيجي تحطي عليه الميه وتقلبيه يبقى مفرفر كده معاكي، ما يعجنش، ما يبقاش معجن. لو حطيتيه على الزيت وحطيتي عليه الميه على طول لا هتلاقيه معجن كده معاكي، لكن كده لا، لما تاخديه تشويحه مع الزيت هتلاقيه مفرفر كده في الاخر معاكي وجميل قوي. بس على فكره ان هنا بقى خلاص ببقى عاوزه اعمل بسرعه عشان خاطر النور قرب يقطع، وكنت خايفه لحسن يقطع عليا وانا شغاله. خلاص اهو بدأ خلاص الرز كده ينشف معانا، هنبدأ ننزل بالميه. وطبعا زي ما قلت لك قبل كده ان الميه دي، انا عندي الرز بياخد على كل كوبايه رز بياخد كوبايه ميه، على حسب بقى الرز بتاعك انت بياخد ايه، يعني المعيار ده على حسب الرز عندك. خلاص المفروض بقى كده خلاص اهو حطينا الملح وهنقلبه تاني، وبعد كده هنغطيه وهيتشرب، وهنقله على العين الصغيره بحيث ان هو بقى ياخد سواه براحته خالص. تمام. شفتوا بقى السمك هنا انا طلعته في الميه،
اهو. كان بصراحة طعمه تحفة، السمك الشوي برضو كان جميل جدا. جربي كده وشويه في البيت، اللي هو من اللي مش بتشويه. جربيه وشويه في البيت، صدقيني هيطلع منك جميل واحلى من بره، ومش هتعرفي تجيبيه من بره تاني مشوي، بالذات بالخلطة دي اللي هي في المية بتخلي طعمه حكاية بصراحة. انا كده نقلت خلاص، الرز كان يتشرب معايا وقلبته، وبعد كده وديته على العين الصغيرة علشان بقى يستوي براحته. وهنا كنت خلاص خلصنا السمك الشوي، شويناه كده تمام خلاص، والبتنجان كان قرب يستوي معايا. هحطه بس هنا حاجات بسيطة عشان كده خلاص. وكده معانا صينية السمك في الفرن والرز على النار خلاص بيستوي، وخلصنا السمك المشوي والبتنجان بابا غنوج خلاص برضو حاجات بسيطة وهنشيله، او خلاص شيلناه وكمان نضفناه تمام. وهنحط بقى دلوقتي التحديقة بتاعته بقى، الملح وفلفل مهروس وكمون وربع معلقة توم والكزبرة وليمونة وخل. كل ده تحطيه على البتنجان. وعندك بقى الطحينة. الطحينة اللي انا هحطها دلوقتي دي تعتبر كانت شوية، فانا المفروض زودتها بعد كده، بس ده لاني في الانجاز عايزة الحق وقتي قبل النور ما يقطع، فانا عملتها كده في يعني في السريع. عصرت الليمون، وهحط دلوقتي شوية الخل، وهننزل بالطحينة اهو، او الطحينة اهي. بصراحة يعني الطحينة كانت قليلة، فانا على بال ما بعدت اجيب قلت اخلص كده بسرعة عشان الحق وقتي. وبكده خلاص كنا قلبناه كويس قوي، وخرطنا عليه فلفل اخضر كده من فوق، وعملنا السلطة الخضراء كمان اهو. وادي السمك بعد ما طلعته من الفرن، وانا قلت اصور لكم بقى، الحق كده اصور قبل النور ما يقطع، وبعد كده اكمل بقية حط السفرة للولاد. هنا بصوا كان والله كان طعمه تحفة بصراحة، كان طعمه جميل جدا. بس بصوا اللحم بتاعه عامل زي لحم التونة، غامق كده عامل زي لحم التونة، وكان طعمه عامل زي طعم التونة كده. بصوا ده السمك اللي احنا شويناه اهو، بصوا عامل ازاي، بصوا لحمه ما شاء الله الله اكبر جميل. بصوا عامل ازاي جميل. والخلطة اللي احنا حطيناها في المية اهي، بصوا دوت اللحمة السمك بتاع الدرك، بصراحة كان تحفة والله. الخلطة اللي كانت في المية بتاعت السمك الشوي اهي على الوش. ويا رب تكون الأكلة عجبتكم، ويا رب تجربوها وإن شاء الله تعجبكم، وألف هنا وشفا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.